اولا كده بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشني جدا. الواحد بقاله كتير ما بيصورش، الواحد بقاله كتير قاطع، بس يعني ان شاء الله في فيديوهات نازله كتير جايه ان شاء الله الفتره الجايه هتعجبكم قوي. خلينا نخش سريعا كده في ماتش الاهلي عشان ماتش برشلونه بيبدا. فيعني انا عايز اعرف، هي نفس الكلام، مفيش حاجه اتغيرت. طبعا النادي الاهلي بيفوز باول مباراه ليه في الدوري قدام الشرقيه انبي، اللي هو كان لابس مش عارف هو اللي كان الاهلي بين النهارده في مباراه. انا توقعت عن نفسي ان الاهلي يخش مستريح يكسب ثلاثة مرتاح. لكن من اول ما شفت التشكيلة قلقت لان انا شايف ان انا الصفقات اللي انا جبتها مش منزل منها غير بكرار، وبلعبه مهاجم في مركز غير مركزه، ونفس القصة بتاعت كل موسم ان انا بجيب لعيبة، بجيب صفقات بقعدها دكة وببدأ بلعيبة تانية او ببدأ باللعيبة الاساسية بتاعتي او ببدأ بنفس الشكل اللي انا ببدأ بيه كل مرة وكل موسم عشان يطلع ده شكلي. في اول حاجه و20 دقيقه 22 دقيقه انا مغلوب 2-0 من الشرقيه انبي، من انبي. انا بلعب قدام فرقه يعني لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي شركتين في قلب بعض، فرقتين شركات داخلين قدام الاهلي اللي مدعم بصفقات. انا عايز اشوف بقى الصفقات دي، اشوفها في ارض الملعب. اشوف واحد زي بن شديده اللي الراجل كله قاعد مستني بن شديده يبدا المباراه، راجل هداف الدوري المغربي، الراجل اللي المغرب الفاسي اداهولك بخلع الضرس ومشدته ومش عارف ايه وما كانش عايز يسيبه. ما جيبوش انا بقى واقعده اول ماتش دكه، وانا عارف امكانيات الراجل ده، وانا عارف الراجل ده جاي من الدوري المغربي عامل ازاي، برضه دوري عربي، دوري فيه الفرق هناك برضه لها جماهير، وعارف الاجواء واخد على اجواء افريقيا. ما جيبوش اقعده دكه وابدا. معلش مع احترامي بن شرقي ده وطاهر يا جدعان، ما ينفعوش يبداوا ماتش، ما ينفعش ابدا بيهم في موسم زي ده. انا محتاج كل ماتش ابقى نازل بهاجم وبكسب. ما ينفعش يبقى بادئ باتنين الناس بتبقى واقفه، افضل واقف على الكوره كتير اعطل مليون هجمه، الاتنين يعطلوا 2000 هجمه. النهارده استغربت ان في اخر الماتش لقيت بن شرقي واخد راجل المباراه على ايه. انا مش فاهم. هنتكلم على كل الحاجات دي. هبدا المباراه النهارده، ببدا مباراه انا مش عارف ابدا، مش عارف ابني لعب، مش عارف اطلع بالكوره، كل الباصات بتاعتي كلها غلط. ماشي تمام، ده مش شكل اصلا فرقه. ده عامله معسكر تحضير يا عم، بادئه موسم كانت بتلعب مع برشلونه وراحت عملت لعبت ماتشات وديه في اسبانيا، واللعبه دي لعبت مع بعض. مش هو ده الانسجام، مش هو ده الكتمان اللي عموته معيشنا فيه بقاله يجي شهر ولا شهر ونص اهو، قافل على الفرقه ومحدش بيخش التدريبات ومحدش بيشوف ومحدش بيبص ومحدش عارف مين اللي جه ومين اللي راح، عشان ابدا الموسم الاقي نفسي. فانا قلت بقى خلاص مش هحكم بقى على ماتش برشلونه. حتى الواحد ما اتكلمش خالص على الماتشات الوديه ولا على ماتشات برشلونه، قلنا خلاص انا مش هحكم على الاهلي في ماتشات زي دي. انا ابدا بقى يا باشا معاك الموسم بالفرق بتاعتي اللي بتلعبني الدوري بتاعي، الكره بتاعتي العاديه اللي بعرف العبها، ابدا احكم عليك بقى منها. لكن الاقي بادئ الموسم انا مش عارف ابدا، مفيش بنايه هجمه نظيفه، مش عارف اطلع بالكوره، اللعيبه كلها تحسها تايهه، محدش فيهم مركز في اي حاجه. كوره جون اول بعنوان يعني دفاع الاهلي كله عامل كومبو غلطات، من اول الرفعيه اللي مفيش ضغط على اللي بيرفع، للتشتيته الاتنين اصلا هاني مشتت كوره، هو باين وهادي رياض الاتنين قدام الكوره واتشتتت الكوره في ال 18 لوكوكا اللي واقف فاضي، ممكن يستلم، ممكن يشتت برجليه، ممكن يطلع في اي مكان. الكوره بتتزحلق من على دماغه تنزل للاعب انبي اللي بيحطها في شوبير اللي الكوره بتعدي من تحت ايده وتخش جون. يعني كومبو غلطات من اللعيبه. انا اصلا ازاي انا مستني منكم كوره. تمام عدى، نشوف بقى حميه الاهلي. تمام الحمد لله، عارفين الجون اللي بنلبسه ده عشان نبدا بقى نسخن ونلعب كوره والكلام ده. الاقي نفسي بعدها بكام دقيقه بلبس ضربه جزاء 100% طبعا على كريم فؤاد. ستر ربنا ان الكره تضيع واللاعب يحطها جنب العارضه. خلاص بقى، ها اللعيبه سخنت واتحمست، خلاص بقى نمسك انبي بقى نفرتكها بقى نلعب بقى كوره بقى اللي جات فوق شويه. الكرة اللي بعدها على طول برضو الغلطات في الباص، بطلع باص من رجلي قدام اللاعب، لازم العب الصعبة، ما بطلعش الباص السهل من رجلي، بطلع الباص الصعب تتقطع تتلعب في ظهر الدفاع. طبعا هي سارح لسه في كاس العالم ما رجعش، هادي رياض بيجري يعني واحد عنده 80 سنة بيجري ورا المدافع ولا ورا المهاجم. الراجل بيروح بيحطها يعني رونالدو بيحطها لشوبير 2-0. ذهول الناس قاعدة مذهولة، ايه ده؟
انا قاعد مستني ان انا ابقى نازل بضغط وبهاجم، الاقي نفسي لابس جونين في اول 24 دقيقه. حاجه غير منطقيه، محدش فاهم اي حاجه. صمت. المباراه بتكمل 30 دقيقه، ما عملتش هجمه نص ساعه عدت، الحارس بتاع انبي ما شطش عليه كوره واحده بس. تقول ان انا يعني في حتى شكل هجومي دفاعي شوربه، وده عارفينها كده كده من بدايه الموسم ان احنا دفاعنا ضايع، وكمان انا ما دعمتش هجومي بقى. هجومي ان انا اصلا عمال ادعم فيه، ابدا بقى بالهجوم، مفيش هجوم. بادئ باتنين مروان وكوك، الاتنين ديفندرات، عايز واحد بيطلع كوره، وكمان بلعب زيزو اللي هو اصلا ده مش مكانه. فانا بادئ اصلا بتشكيله لفريق هجومي، هي تشكيله مش هجوميه اصلا. يعني ما ينفعش ابقى بادئ باتنين ديفندرات بيدافعوا وانا اصلا فريق هجومي، خط دفاعي سارح لقدام. طب انا خط دفاعي ده سارح لقدام على ايه؟ انا المفروض يبقى عندي الباكين بتوعي صراع لو عاد حصل عليها مثلا مرتد، يبقى الناس دي اول ناس بترجع. لكن انا الباكين بتوعي سارحين. كريم فؤاد هو مش باك شمال، بيلعب باك شمال، بلاقيه في نص الملعب، بلاقيه طلع عدى بن شرقي بقى بيلعب جوه، بقى بيلعب جناح. بن شرقي ضايع تديله الكرة يقف عليها، نفضل بقى نحنكش، مش هيجري. مش انا بن شرقي ما يبداش، قاعد حسين الشحات بره، عندي لعبه تلعب عليه عادي. بكرار ده لعبه جناح يا عم، وانزل بن شديده يلعب مكانه عادي، وبعد كده بقى بنزل بن شرقي شوط تاني، ولا نازل طاهر شوط تاني. ما ينفعش ابدا من الناس دي يا جدعان، ما ينفعش ابقى انا نازل عايز اهجم، نازل بهاجم وابدا ببن شرقي وابدا بطاهر. الاتنين مفيش خالص ضايعين، الاتنين ما بيعرفوش يعملوا غير اي حاجه غير ان انا برفع كوره لمين؟ ما انا ما عنديش مهاجم اصلا، ما فيش حد بيعرف يلعب بدماغه. برفع وخلاص، حتى يعني ما بكلفش خاطري، برفع عيني اشوف مين اللي في ال 18 اديله كوره، برفع كده بالحب. رفعت الكوره بلاقي دفاع انبي بيطلعها، تنزل عند مروان بيحط واحده، ساتر ربنا، حط الكوره راحت في ال 90 جون. طب حلو الحمد لله. خلاص انا بقول الفرقه دي تطلع ما تنزلش الشوط الثاني. في ناس كده كام واحد ما يبداوش، طاهر وبن شرقي ده المفروض اسحبهم كده اطلعهم، ما ينفعش دول يبداوا الشوط الثاني، مع ان انا عارف اللي هيحصل، عارف ان الاهلي هيبدا الشوط الثاني بنفس التشكيله ومش هطلع اي حد. انا امتى بقى ادي ما اسيبه مثلا 10 دقايق ربع ساعه كمان يلعب اشوف اداؤه ده، وانا متعادل، مش وانا مغلوب 2 من انبي، وانا اصلا طالع بموسم كارثه، محتاج ان انا كل ماتش هنزل اكسب وانزل انافس. انا مش مستني الاهلي يقع في اي بطوله، حتى الرابطه انا هبقى مستني اخدها، عشان الموسم اللي فات السيء قوي ده، والفضيحه اللي حصلت، والدفاع بتاع اللي كان ضايع الموسم اللي فات، وشكله اهو بادئ بجونين في اول ماتش. والله ستر ربنا كنت هبقى 3 وكان ممكن يبقى اكتر. كوره بتتلعب بالعرض، ضربة جزاء. انا صراحة مش عارف يا ضربة جزاء ليه، حتى ما فيش ولا كادر كاميرا بين ان الكرة تبقى ضربة جزاء او مش ضربة جزاء. مفيش مش شايف اي احتكاكات او اي تلامس، ودي الكرة اللي هيصدعوا دماغنا بيها. تمام، هي كده كده التحكيم بيخدم الكل، ما جاتش عليا عدي ضربة جزاء، تمام شغالة. ابدا بقى ابدل، استني بقى لحد الدقيقة 85 لما نزل حسين الشحات وانزل قفشة واطلع بقى، ما طلع مين؟ نسيت حد طلع مين. ما طلع زيزو وطلع بن شرقي في الاخر باين. بن شرقي ده انا صبر عليه كل ده يعني باللي قدمه بن شرقي ده كله، انا قاعد صابر على بن شرقي لحد الدقيقه 85. ليه يا عم؟ عمل ايه طيب بن شرقي؟ لا عمل ايه اصلا عشان ياخد راجل المباراه دي؟ انا مش فاهمها اصلا. يعني انا حتى بيبقى يقول لي مثلا هل بن شرقي مثلا عمل حاجه تخليه ياخد راجل المباراه؟ مش ما شفتهاش، حتى ما عملش اسيست لاي جول. طب ازاي الراجل ده يعني على اي اساس خد راجل المباراه؟ انا مش عارف الصراحه. يعني يمكن حد عارف يقول لي، يبقى حتى مشكور، شكرا ليك يعني لو هتقول لي. لكن انا اتفرج على المهاجم اللي والله العظيم هو الراجل ده بن شديد ده، من كوره عمل كوره لما في ماتش برشلونه، لا باين ان الراجل عنده ثقه، هينزل هيعمل لك فرق. مش هقول لك يا عم هيبقى تنين وهيطلع نار، بس عارف مهاجم. انا عندي واحد بيلعب 9 صريح اعتمد عليه، بيعرف ينكش في المدافعين، بيعرف ينزل يستلم يفضي مساحه للجناحين اللي المفروض يجروا من وراه، يعرف يعمل لك لمسه بالكعب زي جون قفشه الثالث. الماتش ده كله انا طالع منه بكعب بن شديده، كعب بن شديده، انا طالع من الماتش ده كله كده بالكعب بتاع الراجل ده، عشان انا فعلا اخيرا لقيت واحد اهو ما قاعد على الدكه. وانت معاه دكه ليه؟ وقفشه اهو نزل حط الجون. انا بقى مفروض بقى انا الماتش الجاي ابدا اقول ان لا انا كنت عامل مثلا في اخطاء في التشكيله وابدا اطلع، ولا هلاقي برضو
بن شرقي بادئ تاني، بن شرقي بيبدا تاني المره تريليون. يا جدعان بن شرقي ما يبداش يا جدعان، بن شرقي ده ايام الزمالك، ايام كان لسه بصحته وبيخش يعدي واحد على واحد. دلوقتي بن شرقي ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، مفيش عدى واحد على واحد النهارده غير الكوره اللي خد فيها كارت اصفر المدافع بتاع انبي اللي حطها من وراه. بس طول الماتش انا ما شفتوش. الكرة بتجيله بتقف بيقف عليها، مفيش خالص. محمد هاني نفس الكلام، اديله الكوره يقوم مستلم الاستلامه بتاعته ما بفهمهاش دي، بيقوم ساندها لقدام. طب وبعدين يا جدعان؟ طيب في القصه دي وانا هفضل نفس المدير الفني برضه وانا نفس القصه؟ وعموته ده مدرب دفاعي، ده مدرب دفاعي يعني. انا كده المفروض ان انا بلعب معاه مدرب دفاعي لابس جولين في اول ماتش، في اول 24 دقيقه اصلا من انبي، وعندي زد، وعمال بقى ملعب مع الزمالك بلعب مع مش عارف ايه. الدوري السنه دي مليان مفاجآت. شفنا الناحيه التانيه القناه بيكسب سيراميكا في اخر دقيقه ومطلوب منهم واحد بالدقيقه 66. عندهم الحارس بتاعهم صاد ضربه الجزاء اللي جه منها الجون الاول على مرتين، ودفاعهم طبعا كان زي داخل فيهم الجون، وفي الدقيقه 90 جابوا جون، الجون التاني بعد ما جابوا جون من ضربه جزاء. فانا الموسم ده هبقى مستني مفاجآت بعد اللي انا شفت ده، مفاجآت من كل حاجه، مفاجآت من كل حاجه. فانا بلاش والنبي بلاش نلعب في التشكيله ونلعب في نشيل اللاعب ده ونحط مش عارف مين. انا عندي لعيبه اديها ثقه، بلعب على نفسيه اللعيب. ما ينفعش يبقى عندي لاعب نجم ولعيب وانزله مثلا في اخر 5 دقايق وبتاع. هاي مش هيقول لك لا، بس مش هنزل ادي. خلاص انا معلش يا عم، اللي بيلعب ده ايه يعني؟ ما هو مش احسن مني حتى يا عم تلت ساعه نص ساعه ابدا ماتش ادام هو ما بيأديش. لكن انا كده شكلي بادئ موسم مكسب انا مش راضي عنه خالص. شكل الاهلي سيء جدا، دفاع، مفيش تنظيم، انا مش عارف اطلع بالكوره. النهارده انا كسبت عشان انبي ساب الكوره، وانا كسبت يعني بثلاث اجوان ضربه جزاء ما مش مفهومه. الجون شوطه من مروان عطيه على ما اعتقد لو شاطها 10 مرات مش هتيجي. الجون التالت بتاع بن شديده ده الكعب اللي انا طلعت منه من المباراه كلها، ده كعبي، ده الكعب بتاع بن شديده ده الماتش بالنسبه لي. بس كده يعني. يا رب يا رب تكون يعني المباريات الجايه بقى بدايه خير، ويمكن الماتش ده يكون الراجل بيجرب فيه تشكيله، والماتش الجاي هنبدا بقى نشوف ناس تانية، وهنبدا نشوف ناس جديده، وهنبدا نشوف حاجات يعني افكار مختلفه. ابدا اظبط دفاعي اللي سارح لقدامه محدش بيغطي، والتغطيه زي النيله. فابدا اشوف القصه دي، وابدا اشوف الاهلي بشكل جديد، عشان الموسم ده احنا قلنا مش هنستحمل اي بطوله اقع فيها، وبالذات بالشكل ده وبالاخطاء دي وبالغلطات في التشكيله اللي بشوفها كل موسم بنفس كل الكلام ده مع كل المدربين، مع التاخير في التدريب في التبديلات، مع العند برضو في اللعيبه معينه بتفضل واقفه وثابته. فاتمنى ان دي تكون مجرد بدايه بس، وابدا اغير من المباراه الجايه. الماتشات الجايه مش تبقى سهله، ماتش فرق الدوري كلها مفيش حد فيهم محد مش فاهم مين اللي هيبقى سهل، والماتش ده هيبقى سهل مين هيكسب مين. ده لسه طالع، ده ما عندوش خبره. لا شايفين يعني فرق اللي طالعه من الممتاز به كلهم عاملين مفاجآت. شفنا ابو قير في اول ماتش بيكسب البنك، وادي القناه بيكسب، يعني كله عامل مفاجآت. فنتمنى ان الاهلي يفوق واللعيبه تفوق، ونتمنى نشوف بقى كل واحد في مكانه. اشوف بكرار، اشوف اقطاع عبد الله، اشوف بن شديده، اشوف بقى محمد عبد الله يرجع بقى، واشوف الناس دي، اشوف احمد رضا في التشكيله، اشوف ناس بتطلع كرة من رجلها حلو، ونحل ازمه امام عاشور ده اللي اصلا ليه فيديو لوحده اصلا، عشان انا يعني زهقان من القصه دي. فبس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يعني، واتمنى تكون العوده ان شاء الله يعني الفتره الجايه في فيديو شغال عليه يعني، ده مطلع عيني في المونتاج، بس يعني ان شاء الله ينزل يعجبكم. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم يعني. لو عجبتك الحلقه بقى اعمل لايك واعمل اشتراك، وسلام.